كمنظومة المصري بنتشرف ان احنا بيشرف علينا اهم دكاترة علم التدريب الرياضي واهم اعضاء النقابة العامة للمهن الرياضية. الناس دي ليها فضل كبير جدا علينا وعلى اولادنا بالدعم اللي هم بيعملوه لنا طوال السيزون، اذا كان من تقنين الحمل، اذا كان من وضع البرنامج السنوي، اذا كان من وضع البرنامج الشهري. ويمكن دي اكتر حاجه مميزه اكاديميه المصري عن باقي الاكاديميه. يعني يمكن زي ما حضرتك تتفرج معايا دلوقتي فرقه كابتن احمد ابراهيم والمؤهله على درجه كبيره جدا. هم النهارده نوع التدريب بتاعهم تدريب بشكل عام للاكاديميه كلها. النهارده ده الاسبوع الثالث في البرنامج التدريبي بتاع الشهر ده. بيشتغلوا على تعليم المهارات الاساسيه. ليه بنشتغل على تعليم المهارات الاساسيه؟ زي ما حضرتك عارف ان اصلا التدريب مراحل، يعني ما ينفعش اجيب الولد من البيت اشتغل معاه تكتيك على طول. لازم اشتغل على حضرتك فيه. بالظبط، لازم يشتغل الاول على الاحساس بالكره، ثم بعد كده يبدا تعليم اولي لتعليم المهارات الاساسيه. فهم النهارده في الاسبوع الثالث لتعليم المهارات الاساسيه. يمكن تختلف فرقه عن الثانيه من درجه الحمل التدريبي فقط. يعني مثلا ما ينفعش النهارده نحط حمل تدريبي لمجموعه 2012 زي 2010. في فرق في الفئه العمريه، في فرق في الفروقات الفرديه. هو ده اللي انا واخد بالي من تقسيمه الملعب، شايف شكل تقسيمه الملعب، شايف كل سن لوحده. في اماكن تانية بلاقيهم بيحطوا الصغير مع الكبير وبيدوا كل المجموعه كلها نفس الحمل البدني. ما هو انا عشان احط نفس الحمل البدني للمنظومه ككل يبقى انا في ناس كتير قوي هتتظلم معايا. اولا انت عندك فروقات فرديه حتى في الجيل نفسه، يعني ال10 سنوات نفسهم في ولد تلاقي الحمل البدني عنده عالي جدا فيستحمل ان انا اشتغل معاه مثلا 80% النهارده حمل بدني، في ولد تاني يتظلم. فانت لازم تراعي الفروقات الفرديه وتراعي كمان الفئه العمريه. 2010 كابتن انس من المدربين الممتازين جدا جدا، يمكن معروف على مستوى محافظه الجيزه، وكنا بنتشرف بيه ان هو كان مدير فني السنه اللي فاتت بفرقه النصر وقدر يصعد بيهم، حقق معاهم نتائج كويسه جدا. فرقه 2010 من الفرق اللي اجتهدت جدا السنه دي وعملت مجهود رائع. اخر منافسه ليهم كانت في بطوله المقاولين العرب، كانوا بيلعبوا مع كل أندية مصر. فرقة 2010 يمكن الشغل معاها برضو مختلف شوية، لأنها بتتميز إن هي معاها جهاز فني محترم جدا، يقدروا يدرسوا حالة اللاعب. يعني إحنا عندنا كل مدرب بعد كل تمرين بيقدم تقرير عام عن اللعيبة بتاعته. الكابتن أنس طبعا بعد ما اتكلمنا عن قدراته، أو إذا كان أنا أو أي حد من المنظومة كلنا بنخضع إدارة ولناس أعلى على درجة علمية هي اللي بتحط لنا البرنامج التدريبي بتاعنا بناء على القياسات بتاعة الولد. اللاعب ده مطلوب منه حاجتين اتنين فقط: الاستمتاع باللعبة، الإحساس بالكرة فقط لا غير. وده بيجي عن طريق الألعاب المصغرة للفريق. بتكون اللاعب ببقى شايفها لعب ترفيهي، ولكن انا ببقى ليا اهداف تانية جانبيه، ان انا مثلا بخليه ياخد الكوره يعمل بيها ترن معين او يعمل بيها مهاره معينه او اعمل سباق معين، كلها على شكل العاب مصغره للفريق. اللاعب ببقى مستمتع بيها قوي، ودي اول حاجه انا عايز اديها له. تاني حاجه ان انا ببقى عايز اديله نسبه كبيره قوي من الاحساس بالكره. الاحساس بالكره اللي هو رجله تعرف تتعامل مع الكره، تقدر تحس الكره. يبقى انا كده خلقت عنده الشغف وحب اللعبه والاحساس بالكره. لان انت بتتكلم على 3-4 سنين، ما اقدرش اديله حمل تدريبي، ولا يمكن لو ليا قدره او سلطه ان انا احاسب المدرب قانونيا عن ان هو يدي للفئه العمريه دي حمل تدريبي، اكيد هعمل كده، لان الموضوع خطر جدا. الحارس بالنسبه لنا، الحارس ده نص الفريق. الحارس او منظومه حراس المرمى اصلا يمكن ده منظومه منفصله تماما عن كل اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. حارس المرمى ليه قدرات خاصه، حارس المرمى ليه برنامج خاص، حارس المرمى ليه تغذيه خاصه، حارس المرمى ليه قدرات خاصه. احنا لو اتكلمنا عن القدرات بشكل عام لاي لاعب كوره، انت محتاج قدرات بدنيه، قدرات فنيه، قدرات ذهنيه، قدرات نفسيه. الكلام ده لازم يكون بشكل مكثف جدا عند حارس المرمى، لان حارس المرمى لو ما عندوش الاربع جوانب دول او الاربع قدرات دول بنسبه تعدي ال 75% 80%، مستحيل تعرف تعتمده كحارس اساسي التيم او اللي انت تعرف تسوقه. ان عاطف البكير كان لاعب نادي الوثبه السوري، هو اصلا جنسيته سوري، مدرب محترم جدا، مدرب مذاكر جدا. كان بحترم المدرب اللي عنده تعليقات قبل وبعد التمرين. انت
انت النهارده عارف اللاعب بتاعك جاي مؤهل نفسيا ولا لا. لو مش مؤهل ازاي تعرف تتعامل معاه انك تدخله جوه الجيم من قبل ما تبتدي. بعد التمرين في محاضره المدربين بيحط التعليقات بتاعته على كل حارس عنده. فانا بحترم جدا المدرب اللي من النوع ده، لانه بيبقى بيتعامل. بص يا كابتن سليم، اي مدرب او انا من وجهه نظري في اي تخصص عموما، طول ما ضميرك حاضر في شغلك فانتاجيتك افضل. احنا عندنا في فريق السيدات او الكره النسائيه بشكل عام طبعا عندنا مجموعه مميزه جدا. يمكن في حاجات احنا ما اتكلمناش عليها من بدايه السيزون، ان احنا اول اكاديميه سوقت اكبر كم من البنات يمكن داخل المدينه كلها. عندنا دعاء لاعيبه المقاولين العرب، عندنا كريمه طلائع الجيش، عندنا ايمان برضو المقاولين العرب. 4 لاعبات في المقاولين العرب. يمكن بدايتهم انا اللي كنت بشتغل معاهم. قدرنا نجهز خلال من شهر ونص لشهرين، قدرنا نجهز قوي، قدرنا نبقى فورمه، قدرنا نسوقهم. لان برضو انا نسيت اتكلم معاك عن اهم مميزاتنا، ان احنا هدفنا كابتن سليم العام مع كل الاولاد مش المشاركه الاتحاد المصري فقط. يمكن ده اقل الاهداف. الهدف الاهم بالنسبه لنا او اللي احنا شغالين علشانه هو التسويق بتاع اللاعب. لان اللاعب النهارده ممكن يكون النهارده بيجي يدفع رسوم رمزيه علشان خاطر يتعلم او يتاسس او يتاهل، انما انا لما اسوقه يبقى انا نقلته من محطه من طلعته من المدرسه خلاص اتخرج وصل للهدف بتاعه او اتحط على بدايه الطريق بتاعه. ليه كمان من اهم اهدافنا التسويق. يمكن الحمد لله احنا CV قوي جدا في عمليه التسويق اذا كان داخل مصر او خارجها، لان انا العائد المادي بتاعنا كمنظومه هو بيعود من بعد حاله التسويق مش قبل التسويق. هل ده حصل بعد اهتمام وزاره الشباب والرياضه او عامه اتحاد الكوره بالكره النسائيه، ولا ده كان قبل ما يتم الاهتمام بالكره النسائيه داخل مصر؟ مصر كمنظومه بشكل عام حلمها وهدفها كبير قوي. احنا ان شاء الله شغالين في مشروع اشهار نادي، او يمكن انت بتسمع عن اللمسيه خارج مصر اللي خرجت ميسي، اللي اكبر لعيبه برشلونه وريال مدريد خارجين منها. فاحنا يمكن ماشيين على نفس النهج، لان هو ده هدفنا الاهم او الاسمى، ان احنا يوما ما نكون اكبر مصدر للعيبه داخل مصر او خارجها. الانديه الممتاز يكون عندنا فيرست قطاع ناشئين، قطاع براعم بيمثلنا احنا، عشان بحيث ان انت تقدر تنفذ المنهج بتاعك على لعيبتك. لان انت النهارده لما بيكون عندي لعيب مثلا النهارده بيتجهز وهو بيلعب في نادي به، هناك في النادي الله اعلم بقدرات المدرب اللي هناك، فممكن يكون بيديله جرعات تدريبيه معينه، اجي هنا اديله انا شغل تاني مختلف. اذا احنا سببنا اذى للاعب من مختلف من مدرسه لمدرسه. ويمكن دي ظاهره على جميع لعيبه مصر. لو لاحظت يا كابتن سليم بتلاقي اللاعب بعد ال 17 سنه خلاص بيقعد في البيت. كابتن معاذ معاه فرقه التجهيزي شغال معاهم. يمكن زي ما انت شايف معايا استلام، تسلم، تحرك بدون كره، تعليم المهارات الاساسيه. التمرين كله فني بحت، ان الفئه العمريه الصغيره وفي نفس الوقت لعيبه لسه معظمها جدد، لعيبه لسه في المرحله الاوليه لتعليم او تدريب كره القدم، فكلهم شغالين على المهارات الاساسيه. بس هو حريص جدا ان هو يطمن او يتاكد ان لعيبته كلها اكتسبت عمليه الاستلام، التسلم، التحرك بدون كره، اللي هي المهارات الاساسيه اللي تؤهل اي لاعب ان هو يمارس اللعبه بشكل محترف فيما بعد. كابتن احمد رضا من المدربين اللي فنيا عاليين جدا. من المدربين يمكن هو معاه فرقه برضو تم تجهيزها بالكامل، فرقه نتائجها كويسه جدا خلال الفتره الماضيه. عنده فرقه ما شاء الله قدر يكونها في وقت قصير، عناصر مميزه جدا، عنده في كل مركز اكتر من لاعب. يمكن زي ما انت شايف دلوقتي هو بيوزع اللعيبه، بيشتغل على التمركزات داخل الملعب. يمكن من دقائق بسيطه كان بيشتغل برضو على التسليم والتسلم والتحرك بدون كره. هو دلوقتي بيشتغل على ال1 3 وعلى ال1 2 وعلى ال1 3. فده برضو شغل الى حد ما ليفل او مستوى عالي شويه. انت عندك الفئه العمريه دي وبتشتغل معاها شغل التكتيك العالي ده، فده نجاح كبير جدا من المدرب ان هو قدر يوصل معاهم ان هم يقدروا يعملوا شغل التكتيك. يعني انت بتشوفه مع لعيبه الفيرست اذا كان في اهلي او فانا بشكره جدا واتمنى ان هو ربنا يكرمه الموسم ده ويحقق نتائج افضل من الموسم الماضي.